السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين. إن الموضوع خطبتنا اليوم تتعلق باليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال الله تعالى: إلهي سري وحوله ولما رأى المؤمنون مؤمنين تقولت أركان الأحزاب حزبياش قالوا وحيدهن هذا كما وعدنا الله. إلهي آيانو يبوهي ورسوله رسولك آيانو يبوهين وصدق الله ورسوله. إلهي رسولك سنة يبوها سوانا يبوهي ويكرون شيء وما زاده من مزيان إلا إيمانا رمي وتسليما فقال الله هنا. وقال تعالى: إلهي سري وحوده فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فانقلبوا ولسوق دومي بنعمة من الله النعمان كإله على حقيس كسكنا له وفضلهم قاسم لم يمسسهم أوسن تاون سوء فمان واتبعوا وحراع رضوان الله على رأيها شيسا والله إلهي ذو فضل عظيم على فضل صاحبه فضل قاسوه. وقال تعالى: إلهي سري وحوله وعلى الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وحتى لو صارت علىها سؤالا بمنين. وقال تعالى: إلهي سري وحوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون مؤمنين تتلدها صارت إليه تشيسا. وقال تعالى: إلهي سري وحوله فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزمت هداد قرآن قوسنيس فتوكل على الله صلاة إلهي تشيس سارو ولا قرآن قستال قرآن سنيس صلاة إلهي ديبو بن آدم صلاة الله ديبني مركز واحد قرآن سنيس صلاة إلهي ديبو. وقال تعالى: إلهي سري وحوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما المؤمنون المؤمنين تحارون الذين كبي إذا ذكر الله مرك إلهي حسايان وجلت قلوبهم قلب يضد إيجل جلدهم وإذا تليت عليهم آياته مرك آيات في ذلو أخري زادتهم إيمانا إنك زيادنا يا إيمان وعلى ربهم يتوكلون. ربي وذن أيتلذ سعرنا يان. وعن ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس الله كران له قال وحوده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلين حريص تشي ساله يلي إن الناس قد جمعوا لكم ذكي وإذن سوكل من إذن قادمان. وقالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم لو إبراهيم لو كلين حريص تشي ساله يلي وحوده وحين ألقي في النار مركي دف الورداء قال حسبي الله ونعم الوكيل. كافك ينوى إلهي وكيل إلهي باهيا. اللهم ارزقنا قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدانا صادقا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد.